السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ أحوالكم؟ أموركم؟ حياتكم؟ دنيتكم؟ أهلا بكم بحلقة جديدة اسمها الطلاب والمدارس العراقية. اليوم راح أطلع كل حركتي بالمدارس العراقية. كلكم عراقيين وشايفين المدارس، يعني على الأقل واحدكم مخلص ابتدائية. أقل شيء يعني هاي أول شيء، أول فقرة نبدي على الطالب العراقي. خلينا نبدي بالطالب العراقي. الطالب العراقي يحب المدرسة بس أول يوم. ليش بس أول يوم؟ لأن أول يوم يشوف جنطة جديدة، دفاتر جديدة، يعني يروح أبو الستوتة شد وملابس جديدة، يقول هذا أول يوم بالمدرسة إلي، خلي أني أصير شاطر. طبعا يروح متوجه للمدرسة على أساس هو شاطر. يطق للمدرسة عيني، هم يوزعوا لك الجدول، ثاني يوم يظل نايم. يطب لك للمدرسة عيني، هو طب للمدرسة واخذ الجدول، رجع لبيتهم ثاني يوم كره للمدرسة، كره رأسا. ثاني يوم تلقى له في راسه ونايم بالقوة، يقوم يقعدون بيه لك بابا قوم، وشفت متحمس البارحة لك قوم. طبعا هاي الميزانية لا حد يبوع عليها، بوع عليه. وما شاء الله المدارس العراقية شلونها؟ لعبان نفس، لعبان نفس، تلعب نفسك منها، تقول عبالك سجن. يعني لا المدرسين بيهم خير ولا المدرسة بيها خير. يعني ايش تتوقع من مدير يشغل الطلاب مالته على مود يلمون الزبالة مال الساحة؟ حرامي ابن حرامي. ما تشغل لك عمال مال نظافة. ليش مشغل الطلاب؟ شنو يعني راتبك قليل؟ شو راتبك أكثر من راتب الدكتور والمهندس. بعد شو تريد؟ غبي ابن غبي. الطلاب يشتغلون عند الخلوفوك، الدولة تعطيهم كوم فلوس، هم يشغلون الطلاب على مود يلمون النفايات. لو يجي المعاون السئيل الغلس يفتر على الصبح في بداية الدوام، مثلا يشوف ماكو رحلات، رأسا يقوم الطلاب تعالوا جيبوا رحلات. يا اخي ايش تحس انت؟ ايش تحس؟ لا يستنقي طلاب مال العام على مود لا يجرح مشاعر الطلاب جدا، يعطيهم شويه مهله وبعدين يسوق عليهم بالنظافه. لو بدايه الدوام من يسلموهم كتب، هم تلقى اللي يوزعون الكتب طلاب حالهم حالك يوزعوا لك كتب، هم من المعاون عيني شايل جايب طلاب وشايلين الكراتين مال الكتب ودي يوزعون. ادري ما عندك عمال، اكو واحد يشغل الطلاب، لك شنو وين صاير هاي؟ بيا دوله بيا دوله، طالب جاي يدرس لو يشتغل. لا يوزعون قرطاسيه. تعالوا خلينا نفوت على القرطاسيه. شلون قرطاسيه؟ هي على اساس تهيبي مقطاطة عمية ومساحة تلغمط واقلام رصاص خشب ما تنقط. القطبية تنكسر المقطاطة وينكسر القلم. هاي اذا شايفين القلم الاصفر. ودفتر اخضر عاوي بسرعة ينشق، كاتب اللي ورا يوزع مجانا. ادري اذا تعيرونها. وكل هالحبشكلات يجوك مدرسين رافعين خشومهم، تقول مو مدرسين، عبالك وزراء طبوا دولتهم وهم شحاطة ما يسوون. حلوة الصابقة عادي. ويقول لك كاد المعلم ان يكون رسولا، لو جار رسولا. يا معود يا معود، شو حتى تدريس يتعاجز يدرس. لو تجيك المدرسة تتمضيق وشايلة مسطرة وتتنعوص براس الطلاب. لك بابا انتم مصدقين بروحكم مدرسين؟ لا والمدرس خابص لي وهاي الفيكة، بس يسمع اصوات عالية من الطلاب راسا قيام ويظل يدقدق على الرحلة، طب 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 طب. اخي ايش تحس هاي بابا؟ هاي الحركات اوفر، صارت قديمة. لا ويقوم لك كل الطلاب وجايب له مسطرة هاي مال مطاية، هاي البيضة الطويلة العريضة، ويدقهم كل واحد عودتين، حتى الساكت ياكلها. المهم نرجع لموضوعنا. يقوم المدرس الطلاب شايل عودة مال مطاية، يضرب كل واحد عودتين، حتى المسوي مسوي شيء هم ينقتل وياه. ادري يا اخي يا طالب، انت شلون تسكت؟ شلون تخليه يضربك؟ انت طالب عندك حقوق، انا لو منك راح اشتكي عليه. انت تدري وزارة التربية منعت الضرب؟ يعني انت لك حق تروح تشتكي ضد المدرس وترفع عليه قضية. بعد اللي يجي يقول لك خاف هم مقشمريك وصارين براسك اساتذة. لا، انت حقك موجود، بس هم ما يخلوك تاخذه. انت خلي عندك صوت وروح خذ حقك منهم. اذا ضربوك او ظلموك او نقصوا منك درجة، ترى هم يرعشون من الطلاب بالحقيقة، بس هم ممثلين عليكم دور الاساتذة يعني. وين اكو حقوق بهالزمن؟ حتى حقوق الانسان راحت. يعني اتذكر يجينا والوطنية يقول بالمادة اللي يدرسنا، يقول بالوطنية مكتوب كاتبين
عدم تأنيب وضرب ومحاسبة الطفل باستمرار، وشايل بيده عوده ويعيط على الطلاب يضرب بيهم. ادري انت تقرا غير تطبقه، غير مدرس انت، والله راح تقتلوني انتوا عاشق قدومي. حبيبي يا مدرس، مدرسي العزيز، الطالب ما راح تضربه ما راح يعدل من نفسه، بالعكس راح يخرب بالزايد. لما انت تضربه ثقته شنو؟ لما راح تضربه الثقه بالنفس مالته راح تقل، ويصير ما عنده مهزوز الشخصيه. هاي اذا تفتهم انت يعني ايش جاي. الطالب من تعطيه نصيحه وتحكي وياه كرجال راح تخليه يحس على نفسه ويحس نفسه هو كبير، واللي دا يسويه هذا شيء غلط. صدقني اذا نصحته راح يخجل من نفسه ويعدل من مستواه ويقوم يقرا ويخجل منك ويستحي منك، وكل يوميه تشوفه متحسن، ومكان ما تضربه يوميه وتخليه يضوج منك ويكره الماده. ترى الطالب من يحبك يقوم يحب الماده، من يكرهك تلعب نفس الماده. انا اقول لك اياها. يعني حتى المدرس اللي يضحك ويا الطلاب يتشاق وياهم، يعني صح لازم هم يشيل عليهم شويه، بس لا هم لازم يضحك وياهم يساعدهم، كله راح تحبه والله. الطالب يحب المدرس اللي يضحك وياه يتلاطف وياه، يسامحه من يغلط، ما يظل يشدد وياه وقبل للمدير سحل مراقب للمدير اوت. الطالب لازم تعاملوه باحترام، مو تخلوه يمسح القاع، يمسح الارض، يلم الزباله. يا زبايل، يا زباله التدريس. حتى اذا تتجه للدين هم حرام اللي يشيد سويته، حرام والله. انا ما يخلقني غير ابو الرياضه. شوف ابو الرياضه، ابو الرياضه يا عيني يجي على الطلاب يقول لهم عندكم رياضه طلعوا بالساحه، يقول لهم لا تريدون العبكم طوبه نفوا الساحه لو نفوا الصف، ويبقى لكم وقت من الدرس تلعبون بيه طوبه. ايش يلحقون 5 دقائق ما يلاقون يدق الجرس. ترى درس الرياضه لا تستهين به، درس الرياضه درس مهم للطلاب، مفيد لهم كلش. يعني يا مدرسنا العزيز لازم تعطيهم معلومات عن كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تحكي له تاريخ الرياضة، تلعب رياضة الصباح، تخليه يعني يفك جسمه. يعني درس كلش مهم وانتم هامليه. تعالوا شوفوا ابو الفنية النكتة. ابو الفنية التحفة يطب للصاف قبل يلف راسه وينام، يدير وجه عند الطلاب وينام وخنينته تنزل، والطلاب واحد يشمر على الثاني، ما يحس رايح بغير عالم، عبالك مو مدرس، هيك بس جاي ينام بالصف ويروح لبيتهم. بمكان ما يعلمهم الرسم، النحت، ذني السوالف. بس قولوا لي شلون يطلع العالم والفنان من العراق؟ اذا اساس الفن والتدريس ماكو، اساس الرياضه ماكو، شلون يطلع الرياضي والملاكم والمصارع من العراق؟ شلون؟ هذا لا رياضه لا فن، كل شيء ماكو. حتى لا تقولون العراق ليش خربان، والله وياهم تحكي بعد ما تعرف. خربت بعد خربت. وكل هاي الاسباب يقول لك العراقي، الطالب العراقي ليش يضوج من المدرسه؟ برايك اياها مدرسه الحب؟ هيك بيها نماذج؟ والله العظيم احنا هسه بالقدره عايشين. الله يساعد الطالب العراقي عليكم. والله العظيم لو اني وزير ماكو الا اشحتكم، مين شلاق ارقعكم، لا خلي لا بيكم مدير ولا مدرس ولا معاون، كلكم مين شلاق اطلعكم، اخلي بس الزين. طبعا اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تسوون لايك، ولا ما عجبتكم سووا ديسلايك. تابعوني وسووا اشتراك للقناه على مود يوصلكم كل شيء اني اسويه وانشره. ومع السلامه. كلكم عراقيين وتعرفون. خلت تفوت السياره من باي وقتهن، يعني من اصور وين اصور هسه يا الهي. عندي استوديو اسمع العبكم طوبه، لموا الزباله بالساحه، واذا شفتها تلمع اخليكم فاك شيت مان، مو وقت دراجتك. البلد حقوق الانسان راحت. ولا وينكم حقوق بهالزمن؟ حقوق حتى وقتكم يا عصافير، مو وقتكم ترى. ندري انتوا عصافير جميله، يلا كش مو من نصور يا معودين ترى. شوطوني نعال، تعال يلا شو مرت عليهم الطوبه. مدرسين رافعون شنو؟
شو راتبك اغلى من راتب المهندس. مهندس شنو؟ لعبت نفسها من هيك راس اللاف راف وطابيلها. انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد.